ازاي تاخد منحة تفوق او منحة دراسية عامة من الجامعة الأهلية؟ بص يا صديقي، الجامعات الأهلية عامة ما بيبقاش اسمها منحة دراسة او منحة عامة، بيبقى اسمها منحة تفوق. انما ان انت تخش الجامعة بمنحة، ده مش موجود في الجامعات الأهلية. بس موجود في الجامعات الأهلية منح من نوع تاني. يعني انت دلوقتي في سنة أولى مثلا جبت جي بي اي عالي، الجي بي دوت اللي هو درجاتك في الكلية، يعني مثلا مستواك حاجة عاملة شبه التقدير بتاعك كده. يعني الناس اللي هتخش الكلية هتفهم، لو حابين ان انا اشرح لكم ايه الجي بي اي هشرحه لكم بالتفصيل. انت دلوقتي جبت جي بي عالي، الجامعه مثلا قايله اللي فوق 3 ونص هياخد منحه 50%، واللي فوق 3.8 من 10 هو المفروض الجي بي من 4، اللي فوق 3.8 من 10 هياخد منحه 90%، واللي جاب جي بي 4 هياخد منحه 100%. فانت لو جبت النسب ديت انت بتاخد فعلا المنحه ديت، ممكن ما تدفعش مصاريف السنه كلها. يعني ممكن لو وصلت ان انت خلاص اخدت النسبه بتاعت ان انت ممكن ما تدفعش كله، ما انت مش هتدفع كله. فدي المنح اللي موجوده في الجامعات الاهليه. انما ان انت تخش الجامعه ذات نفسها بمنحه، دي مش موجوده دلوقتي. وبس كده، عايزكم في الكومنتس تكتبوا لي لو عندكم اي اسئله في التقديمات في ثانويه عامه، اي حاجه هجاوب عليكم في الكومنتس او هجاوب عليكم في فيديوهات، عشان عايزين نوصل 60000 في اقرب